كريم، سوف نحتفل معا خلال أيام قليلة بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، شريانا جديدا للملاحة الدولية وقناة دائمة للتواصل والتفاهم الحضاري، إنجاز مبهر نجح المصريون في تحقيقه بعقولهم وسواعدهم وأموالهم، وقدموا من خلاله هدية مصر وشعبها إلى العالم، مساهمة في إثراء حركة التجارة الدولية ودعما لأواصر علاقات التجارة والاستثمار، ومواصلة لمسيرة مصر الحضارية في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. وإذا كان هذا المشروع يمثل باكورة المشروعات الوطنية العملاقة، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين وتنفيذ مشروعات وطنية جديدة تساهم في تحقيق عملية التنمية الشاملة المنشودة، وتوفر فرصا للعمل، وتمنح أملا جديدا لشباب وأبناء هذا الوطن، حيث سيتم إطلاق مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ليساهم في تطوير مدة القناة وسيناء، وفي تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية ومواقعها المتميزة على البحرين المتوسط والأحمر، وذلك جنبا إلى جنب مع مشروعات وطنية أخرى تشمل توسيع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح المليون فدان وإنشاء مدن جديدة وتحديث وتطوير الموانئ والنقل البحري وإنشاء مطارات دولية جديدة ومراكز سياحية ومجمعات للصناعات التعدينية، واستكمال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي وإنشاء مناطق لتدوير المخلفات وغيرها من المشروعات التي سوف تساهم في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري. الإخوة